اهلا بكم في اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هكلمكم عن اكتر سمات الاشخاص اللي هم بيتحرشوا بالاطفال او بيأذوا الاطفال جنسيا، او بيسموهم بيدوفيليا. ايه سمات الاشخاص دي؟ يعني مهم قوي يكون بنعرف ايه السمات دي، عشان انا لما بكون انا كأب او كأم او كمسؤول عن رعايه اطفال، لما بيكون عندي الوعي ده بيساعدني اكون بعمل حمايه لطفلي. اول سمه في الاشخاص دي ان هم مش بيكونوا بيعرفوا يعملوا علاقات مع الناس الكبيره، يعني يعني مش هتلاقيهم قوي اجتماعيين قوي وعاملين علاقات مع الناس الكبيره او الكبار. الى حد ما بيبقى بيفتقد جد شويه للتواصل مع الناس الكبيره، فبيلاقي نفسه اكتر مع الاطفال، فبيحب دايما يبقى جليس الاطفال، يحب ياخد اطفال في نزهه، يحب يتمشى مع اطفال. يعني دي سمات، يعني اكتر سمات بتبقى موجوده في الشخص اللي بيتحرش بالاطفال. بصوا، هو في نقطه عايزه اقولها، يعني هو مش كل اللي بيعمل كده، مش كل اللي بيلعب مع الاطفال بيتحرش، بس انا مهم قوي ان انا كأب او كأم يبقى عندي وعي، ابقى حاطه عيني في راسي زي ما اقول. يعني فكره ان الشخص اللي بيتحرش بالاطفال ده الشخص البعيد، ده الشخص اللي مثلا الحارس بتاع المدرسه، ولا اللي بينط في الملاعب، ولا الشخص البعيد او الناس الغريبه. دول اللي انا ببقى قلقانه منهم على اولادي او الاطفال. لا، يعني مش دولة. يعني اوقات كتير جدا الناس اللي بيتحرشوا بالاطفال بيكونوا من الدايره القريبه، بيكونوا ناس بيعرفوا يهزروا، بيعرفوا يعملوا جو حلو، مرحين، بيعرفوا يلعبوا مع الاطفال، حضورهم يعني بيبقى في نسبه كبيره جدا من الناس دي. فمهم قوي الصوره انا حطاها على الشخص المتحرش، ان هو مثلا اللي مسميه يكون لابس روب او جاكيت اسود وبالطو كده ومداري نفسه، يعني ده يبقى شكله غريب وشكله متحرش. لا، مش الصوره اللي احنا بنكون حاطينها في ذهننا. فبيكون شخص عادي جدا من الناس اللي حوالينا، وممكن هنلاقيه يعني مناهض جدا لفكره لا للتحرش، يعني بيقول لا وازاي. فيعني عشان يموه كانه اكتر شخص بيكون خادع وماكر جدا، وبيعمل مكر بشكل رهيب جدا، ان هو يخدع الوالدين، يخدع الناس اللي حواليه عشان يوصل الطفل. ودايما هنلاقيه بيحاول اكتر حاجه في عمليه بيسموها عمليه التهيئه. ايه التهيئه؟ ان هو بيهيئ ان هو يتحرش بالطفل. ازاي؟ اول حاجه بيخدع الوالدين، يعني دايما الوالدين واللي بيقوموا بالرعايه بيتخدعوا جدا فيه. فدي من عمليه يعني ايه بيهيئهم، عمليه تهيئه، وانا امان وانا حابه اساعدكم، ويعرض المساعده، ولاقيه كده شخص لطيف جدا. فبينقل فانا كأب او كأم بنخدع جدا، فده شخص شكله لطيف جدا. فعشان كده بنلاقي بعد كده الاب والام بيحسوا بذنب رهيب جدا. ليه؟ ان هم بنفسهم اللي بيكونوا سمحوا ان الشخص ده يقعد مع اولادهم، او ياخدهم في جوله، او يوصلهم، او ياخدهم من المدرسه للبيت، او يعني يكون عارض طبعا هو خدماته خدمات مجانيه، ان هو متاح ان هو يقعد مع الاولاد، متاح يقضي معاهم وقت، فبيكون بسماح من بابا وماما او من الوالدين. فعشان كده لما بيحصل ايذاء بيكونوا حاسين بذنب رهيب جدا، ان هو طبعا تم اخداعهم. فعشان كده دايما في الاغلب الاشخاص دي دايما بيعرضوا هدايا للاطفال، بيعرضوا فلوس، عايز اديهم هدايا، ادي العيال فلوس. فنلاقي الشخص بقى كريم وبيديله هدايا لطفلي او بيديله فلوس، وبيعرض دايما خدمات مجانيه. يعني انا عايز اقعد مع العيال، عايز اوصل العيال، انا متاح اقعد كده. فدي دايما سمات موجوده في الشخص اللي بيتحرش بالاطفال. ودايما الشخص ده بيكون عايز دايما يعزل الاطفال عن الطفل ده عن اللي حواليه. لا خليك معايا، لا اصحابك مش بيحبوك، دايما بابا وماما لا خليك انت معايا. فدايما بيتبنى الفكره ان هو يقعد وحده مع الطفل، ويعزل الطفل عن اي حد حواليه، ويحط فكره لا انا اللي بحبك، انا اللي بهتم بيك، انا اللي بجيب لك هديه، انا اللي بعمل لك. فكانه بيعزل الطفل عن اللي حواليه، وهو اللي بيكون المركز اهتمام الطفل. فالطفل بيحس طبعا هو ده اللي بيهتم بيا، ده اللي بيحبني، ده اللي بقضي وقت معاه.
فعشان كده نلاقي اطفال لما بيتعرضوا لتحرش من شخص لطيف زي ده وبيخدعهم ان هو بيوريهم انا بحبك انا بهتم بيك، فلما بيأذيه جنسيا فكأنه بيتغاضى ان هو يقول او يعبر او يفضح الامر ده بسبب ان ده الشخص اللي بيحبني، ده الشخص اللي بيهتم بيا، ده الشخص اللي بيقعد معايا، ده اللي بيجيب لي هدايا، ده اللي مهتم بيا. فلو لو بيعمل حاجه زي كده انا مش مستريح لها، مش مشكله، في مقابل ان الاقي اهتمام، ان الاقي حب، الاقي هدايا، الاقي حد يسمعني، الاقي حد يطبطب عليا. فده طريقه جدا يعني مكره جدا بيستخدموها الاشخاص او سمات الاشخاص اللي بيكونوا بيأذوا الاطفال جنسيا. طيب اعمل ايه عشان اكون بحمي طفلي ان هو يكون ما يتعرضش لتحرش او اي اذى؟ انا عامله لها فيديو وحديها مخصوص، هكون بسيب لكم الفيديو في سواء في الديسكريبشن او الكومنت. ارجعوا له، فيديو مهم جدا يكون بتشوفوه لو انتوا ما شفتوش الفيديو ده. وكمان لو وصلتوا معايا لغايه هنا بليز شير الفيديو ده مع اي اب او ام او مسؤول عن اطفال، يكون بنعمل توعيه، ساعدوني انا اعمل توعيه بنحمي اطفالنا واولادنا من انهم يتعرضوا للتحرش. وهستنى كل اسئلتكم، لو عندكم اي اسئله او كومنتات سيبوها لي وانا هكون برجع لها وارد عليها. واشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه، ربنا معاكم.